الأكلة دي حرفيا خلصت في نفس اليوم من جمالها. اقتصادية بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة، ومغذية جدا لأن فيها كمية محترمة من الخضار المفيد. يعني هتأكليها لولادك وانتي مطمنة، ده غير طعمها اللي يجنن. وهقول لكم ازاي تطلعوا البطاطس البيوريه ناعمة جدا زي الكريمة بالظبط. هنقدمها مع طبق سلطة وبس كده. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنجهزها مع بعض هي طبقة البطاطس البيوريه. معايا 2 كيلو من البطاطس، قشرتها وقطعتها مكعبات صغيرة وغسلتها كويس قوي. وبعد كده احطها في كمية من المية وارفعها على النار، واغطي الحلة واسيبها لحد ما تستوي تماما. بالنسبة للحشوة، معلقتين كبار من الزيت، بصلاية كبيرة مفرومة، واول ما تدبل معايا هضيف ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. هفضل اقلب في اللحمة لحد ما تستوي معايا. بعد كده هتبلها بمعلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من بهارات اللحمة، ومعلقة من البابريكا، وأقلب كويس جدا. هضيف كمان كوباية كبيرة من الجزر المبشور، كوباية كبيرة من الكوسة متقطعة حتت صغيرة، وكوباية كبيرة من البسلة المسلوقة. هنحط الخضار دوت الأول لأن الخضار دوت هياخد مننا وقت شوية في التسوية. هقلب كويس قوي وأغطي الطاسة وأسيب بقى كده الخضار لمدة 5 دقايق. بعد كده هضيف الفلفل الألوان برضو مقطعه حتت صغيرة، وأقلب تقليبة واحدة. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من النشا أو معلقة كبيرة من الدقيق علشان يمتص أي سوائل موجودة في الحشوة. مش عاوزة الحشوة يكون فيها أي سوائل، علشان السوائل دي ما تنزلش على البطاطس وتخلي طبقة البطاطس كده سايبة من بعضها. هقلب كويس قوي، وبعد كده خلاص الحشوة بقت جاهزة أرفعها من على النار. البطاطس كمان استوت معايا، أشيلها بقى من على النار، وبعد كده أصفيها كويس جدا جدا من المية. هحط كده على البطاطس معلقة كبيرة من الملح ومعلقتين كبار من الزبدة الطرية، وبهرسة البطاطس أو بالشوكة أهرس البطاطس كويس جدا جدا لحد ما تكون ناعمة معايا. بعد كده هضيف ربع كوباية بس من الحليب، وبرده بهرسة البطاطس أقلب كده البطاطس مع الحليب كويس قوي. وعلشان نحصل على بطاطس بيوريه ناعمة جدا وزي الكريمة زي ما قلت لكم، لازم نعديها على مصفى تكون ضيقة. معلش استحملوا شوية الخطوة ديت، أنا عارفة إن الخطوة دي غلسة شوية لأن هي بتاخد وقت وبتاخد كمان مجهود، بس صدقوني هتطلع معاكم بطاطس ناعمة جدا جدا. شوفوا بقى كل البطاطس اللي نازلة ديت، البطاطس دي ناعمة قوي. نستمر بقى كده لحد ما نخلص الكمية كلها. شوفوا بقى بمسك حتة كده بإيدي من البطاطس ناعمة ازاي، لا مشققة ولا أي حاجة، وعاملة زي الغريبة بالظبط. الصينية هدهنها بمعلقة كبيرة من الزبدة وأوزعها كويس قوي. وبعد كده هاخد كمية كده من البطاطس أفردها كده في صينية، وديت الطبقة الأولى. الطبقة الأولى لازم تكون سميكة شوية علشان بعد كده تستحمل الحشوة. هوزع بقى البطاطس كويس قوي، وهستخدم كمان إيدي علشان أسويها كويس جدا. وأنا بساوي البطاطس هعمل كده سور، والسور كمان لازم يكون سميك شوية. خلاص كده بقت جاهزة. دلوقتي بقى ابتدي اضيف الحشوة بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين الحشوة ما فيهاش اي سوائل خالص، وهو دوت المطلوب. اسوي بقى الحشوة كويس جدا. وعلشان بقى نعمل الشكل الحلو اللي انتوا شفتوه، انا هستخدم اكياس الحلواني. الخطوة دي مش اساسي خالص، انتوا ممكن تحطوا طبقة من البطاطس وتفردوها كده كويس، وبعد كده تمشوا عليها بالشوكة برضو هتديكوا شكل حلو. بس انتوا خلاص عرفتوا دماغي. علشان تعملوا بقى الشكل الجميل دوت، هتضغطوا كده شوية لحد ما البطاطس تنزل، وتدوها كده لفة بسيطة علشان تنزل معاكم بمنتهى السهولة. كده خلاص بقت جاهزة. آخر حاجة رشة بسيطة كده من على الوش من البقسماط المطحون. أولا هيديها طبقة كريسبي من فوق حلوة قوي، وكمان لون حلو جدا. هتدخل الفرن درجة حرارة متوسطة، وهتقعد بالظبط كده من 35 ل 40 دقيقة. وبعد كده هنشغل الشواية. ممكن نزينها بالطماطم بالبقدونس زي ما انتوا عاوزين، وممكن لا. بس أهم حاجة إن احنا نقطعها بعد ما تبرد تماما عشان تطلع معاكم كده مظبوطة. دي بقى محاولة من المحاولات الكتير اللي بقت بالفشل. أنا كنت عاوزة ألحق التصوير فكنت بقطعها وهي سخنة جدا. البطاطس كل ما هتقطعوها وتيجوا جنبها وهي سخنة جدا بتبقى سايبة خالص. لازم تستنوا عليها شوية عشان تطلع مظبوطة. وأنا قدمتها مع طبق السلطة البسيط الحلو دوت. حقيقي طعمها في منتهى الجمال. لازم تجربوها بالطريقة ديت. وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. مستنية رأيكم فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا، وباي باي.